حد قالك قبل كده عن البلد اللي اتبنت بالكامل جوه حفرة نيزك؟ طب حد قالك إن في طبعة ثلاثية الأبعاد بس الطبع الأكل؟ معلومة مش معلومة، معلومة مش معلومة، مع رضوان صوان على راديو كامل، محطة على المحطة. أصدقائي صديقاتي، أهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة ومعلومة مش معلومة. سمعت عن جمهورية جديدة فتحت وممكن تاخد جنسيتها بسهولة؟ أنا هقولك، الجمهورية دي سماها صاحبها جمهورية ليبرلاند الجديدة، بس هي لحد دلوقتي على الورق ومواقع النت بس. طيب أصلها إيه؟ المواطن التشيكي جادليكا، وهو قائد أحد الأحزاب القومية في التشيك وبيؤمن بالليبرالية، اخترع الجمهورية دي وخلى نفسه رئيس عليها كمان. الغريب إن أخونا جادليكا هو نفسه لغاية دلوقتي ما تنزلش عن جنسيته التشيكية، وكمان وضع شروط للحصول على جنسية دولته الجديدة، إنه على كل مواطن احترام الآخرين وآرائهم وضرورة المساواة بين أفراد الدولة، وكمان ما يكونش الشخص انتسب قبل كده لأي حزب نازي أو شيوعي، وبراءة الشخص من أي سوابق إجرامية مدنية أو سياسية. جادليكا وضع شعار موحد لدولته، وهو عش ودع الآخرين يعيشون. وكمان جادليكا وجه دعوة عامة لكل الأشخاص حوالين العالم علشان ينضموا لدولته، وبيقول إن جاله لغاية دلوقتي 160 ألف طلب مواطنة، وإنه هيصفي الطلبات دي علشان يختار منها 5000 مواطن هيبقوا نخبة الدولة، وهيعينهم سكان فعليين لدولة ليبرلاند. وكمان أكد جادليكا إنه لغاية دلوقتي ما جالوش أي رد فعل من الدول المجاورة لدولته اللي هتبقى جزء من أرض دولة التشيك. وبكرة استنوني ومعلومة مش معلومة. كنتم مع معلومة مش معلومة مع رضوان صوان على راديو كامل، محطة على المحطة. راديو كامل، محطة على المحطة.